طيب السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعت لكم تاني ببنود الحظر وبند جامد جدا المره دي، وهقول لكم كلام مهم جدا في الشرح بتاع النهارده غير الكلام اللي فات والشروح اللي فاتت، عشان في تغييرات جدا حصلت في البنود والحظر والكلام ده كله. فتابع الشرح الاخر من قبل ما نبدا الفيديو، تابع الشرح الاخر عشان تعرف كل حرف وتعرف كل حاجه. هقول لك ازاي تحذر ارقام البند دلوقتي، بند اعمال وماسنجر. تمام، تابع الفيديو الاخر. اول حاجه، لو انت مش مشترك عندي في القناه او مش متابعني، انزل اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس وحط لايك وكومنت للفيديو، مش طالب منك اكتر من كده. ولينك الباند هيكون في وصف الفيديو. خش برضو تشترك على قناه تليجرام، بحذر ارقام هناك، بفك ارقام فيك، كل حاجه موجوده هناك في قناه تليجرام. تمام، دلوقتي هجيب لك باند جامد جدا. فهنشوف بند ماسنجر من نسختين، واقول لك عشان بس ايه، هو مش هيطير كله من نسختين. هقول لك ايه اللي هيطير من نسختين وايه اللي مش هيطير من نسختين، فتابع الشرح للاخر عشان تعرف تحذر ارقام كويس. ويعني هو مش شرط يكون اللي معاك نسخ اساسي او وهم، إيه ممكن يكون معاك وهم عادي، بس الاحسن يكون اساسي. انا بستخدم اتنين اساسي في الفيديو ده اللي هستخدم بيهم. تمام، انت ممكن تستخدم واحد وهمي وواحد اساسي، يعني انا بسهلها عليك. تمام. دلوقتي هيكون عندك نسخ العكس. دلوقتي انا عندي استخدم النسختين دولت. تمام، نخش كده على النسخة بعد ما تفعل عليها زر العكس والكلام ده كله. تمام، تيجي عند التلات نقط، رسالة رقم غير محفوظ، هتحط رقم الضحية كده بالشكل ده. هنشوف الأول الرقم شغال ولا لأ. تمام، الرقم شغال على واتساب ماسنجر قدامك اهو. رقم الهاتف هذا مسجل حاليا في واتساب ماسنجر، ولا يمكن استخدامه في واتساب للأعمال. تمام، دلوقتي الرقم شغال. طيب هقول لك هتعمل ايه. دلوقتي انت هتيجي على النسخ بتاعتك الأول، تخش جوه الشات، هترمي البند 3 مرات. ده كده البند بتاعنا. ثواني بس. تمام، هترمي البند في الشات بتاع 3 4 مرات كده بالشكل ده. النسخة الأولى تخش على النسخة التانية نفس الحوار. أهم حاجة تعمل ده كله والرقم اللي هتطيره يكون متصل. الرقم يكون متصل، يعني رقم ماسنجر أو عمال الأحسن يكون متصل، هيصير متصل أسرع. بعد ما ترمي البند كده في الشكل ده في الوصف، في قصدي في الشات بتاع اللي انت عايز تطيره. تمام، بس أحسن يا شباب ما تستخدموش الطرق ديت في حاجات وحشة، يعني انت تستخدمها في حد بيأذي حد أو الكلام ده كله. فبلاش تستخدموا طرق الحظر دي في إنك تأذي حد والكلام ده كله، أو تحذروا حد بيعمل شغل أو دراسة أو كده. تمام، بعد ما انت حطيت البند في الشات بين النسختين في النسخ اللي عموما انت هتحذر منها. تمام، فثواني كده نشوف الضحية فتح ولا قافل عشان نكمل ونبدأ العكس. تمام يا شباب، خش كده بقى على النسخة الأولى. هتيجي فوق كده هنا بالشكل ده، وتنزل تحت عند ريبورت دي، تديله إبلاغات بقى. اديله إبلاغات، عايزك تديله أكتر من 20 إبلاغ من هنا. 3 4 5 6 7 8 9 10. انت ممكن تعمل كتير، اعمل كتير جدا إبلاغات. كل ما تزود إبلاغات دي حاجة جميلة جدا، أو تزود في الإبلاغات. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. اديله كمان 10 كمان. 22 23 24 25 26. انا هخلي الرقم يطير معاك في قلب الفيديو. انا كنت بس متأخر عليكم في تنزيل البنود وكده، فجايب لكم بند المرة دي طرش الطرش. فانت هتشوف بنفسك دلوقتي. افضل كده اديله بلاغات. تمام، افضل اديله بلاغات. اهم حاجة يفضل متصل ويبعت في رسائل بالشكل ده كده. افضل اديله بلاغات. خش بقى جوه الشات، تيجي عند البند، تحدد على البند كده وتعمل ريبورت. بس عشان بند في حاجات مخالفة، تحدد على البند، على الكود، على الرسالة، تيجي على التلات نقط تعمل ريبورت أو إبلاغ. على صح دي تسيبها مش متفعلة، تعمل ريبورت. نفس الحوار تعمله تاني. تحدد على البند، على آخر رسالة انت بعتها، وتيجي هنا بقى تديله بلاغات بقى. تديله بلاغات من هنا. هنا تبقى أسهل، هنا أسرع. فأفضل اديله بلاغات من هنا كتير جدا. انا ممكن اديله برضو زي اللي انت عملتهم من بره، بلاغات اللي بره. يعني مثلا انت عملت من بره 30، يعمل من بره هنا، يعمل من هنا برضو 30. واللي على البند اعمل بتاع كام، بتاع 5 ولا حاجة. تمام، افضل كده اديله بلاغات.
اديله بلغات. البند ده ممكن يطير من نسخة واحدة، البند جامد جدا. افضل كده بلغ. كل ما انت بتكتر في الحاجات دي حاجة كويسة، بتكتر في النسخ وخصوصا اساسي او معاك تفنيش، ده حاجة جامدة جدا. الرقم ما يطير معاك طلقة، محتاج الرقم يكون معاك حتى رقم تفنيش على الاقل. انا معايا رقم واحد اللي هو مش قديم اوي، او قديم شوية، فانت يكون معاك بس رقم تفنيش عشان تقدر تطير بيه ارقام كويس، الرقم يطير معاك بسرعة. بعد خلصنا كده بلغات، نفعل علامة الصح دي بالشكل ده ونعمل ريبورت. تمام، الشكل يطير معانا، نخش على النسخة اللي بعدها على طول بنفس الشكل ده اللي احنا عملناه في النسخة اللي فاتت هنعمله هنا. افضل اديله البلاغات بتاعتك من النسخة. طبعا هسيب لك لينك النسخة دي في وصف الفيديو. النسخة بتاعتي احلى حاجة فيها اللي هي ضرب بلاغات، يعني انت شايف بالشكل ده الشاشة ثابتة، وعلامة الصح متشالة لوحدها، يعني ما بيظهرلكش علامة الصح انك ويطلعك من بره الواجهة دي، لأ، انت بتكون متشالة، تقدر تديله بتاع اكتر من 100 ابلاغ في دقايق. دي مثل النسخة دي يعني غير النسخ التانية، وما بتتحرقش ولا فيها اي حاجة. فهسيبلك برضه في وصف الفيديو، وانت عندك نسخة تانية مفيش اي مشكلة، بس يكون عندك نسخة حلوة تقدر تبلغ منها بسرعة. تمام، تقدر كده تديله الابلاغات بتاعتك. كل ما انت بتكتر قلب اخوك في الابلاغات، يعني مثلا انا مش قلتلك 20 تعمل 20 بالظبط، انت ممكن تعمل 30، ممكن تعمل 40. ده حاجة جامدة وبيخلي الرقم يطير اسرع. او مثلا برضو قلتلك من 4 نسخ، مش لازم 4 نسخ بالظبط، في بند بيضعف فممكن يشتغل من 5 نسخ كده، فعلى حسب البند يعني، قوة البند وقوة الرقم برضو اللي انت بتطيره. الرقم ضعيف او مطرش قبل كده او طار، فدي بتفرق جدا برضو. افضل كده الدبلجة بتاعتك. خلصنا من هنا، حدد على البند نفس الحوار، تديله بتاع كام ابلاغ من هنا. رابورت على البند نفسه، على البند نفسه، ركز معايا، على البند نفسه. نديله كام ابلاغ على البند كده بالشكل ده، ونديله بقى الريبورتات من جوه الشات اللي هي دي: 3، 4، 5، 6، 7، 8. افضل اديله ابلاغات كتير. وانت بتتفرج كده وبتسمع الشرح، انزل اعمل شغل القناة، مش هتخسر حاجة يا عم، بس انت بتقدرني وبتقدر المجهود بتاعي. انا بجيب لك الحاجة جامدة جدا، بنود مفيش حد بينزلها. سنة الفترة دي كل عارف اللي البنود معظمها وقف، وطرق التلغيم معظمها وقفت، يعني ما فيش تلغيم اللي هو التنقيط وده طريقة واقفة، ولو اشتغل انت عايز بتاع اكتر من 100 رقم عشان الطريقة تشتغل. البند الاول اللي كنت بنزلكوا بيطير من نسخة ومن نسختين، دلوقتي ما يطيرش من 4 و5 نسخ. فاهم الفكرة ازاي؟ اللي هو البنود دلوقتي تبقى صعبة جدا، ده اللي مخليني صعب اللي انا انزل فيديوهات، انزل بنود كمان على المشاكل اللي عندي والضغط اللي عندي، بس برضو بحاول استمر شوية. فان شاء الله برضو انزل لكم بنود تاني، عشان لو ده وقف انزل لكم بنود تاني. اللي عايز يحضر ارقام يخش لي في التليجرام. تمام، نيجي كده برضو هنا نديله كام ابلاغ هنا الشكل ده. فعلى علامة الصح هنا بقى نديله الابلاغ بتاعك. هناخد الرقم، معلش خش تاني، ناخد الرقم كوب نشوف لسه شغال ولا طار. تمام، الرقم طار يا قلب اخوك. بص يعني من نسختين طرش الطرش، الرقم طار اهو. ده اللي احنا كنا بنعكس عليه، ادي اهو، ده اللي احنا كنا بنعكس عليه. ده الرقم اهو، شو ارجع وشوف الفيديو. البند جامد جدا، البند اقسم بالله يا شباب جامد اهو. بص عشان بس محدش يقول فيك وبتاع، نسخة اعمال عادي جدا. تمام، طب دلوقتي ايه بس عشان وقت الفيديو، دلوقتي البند ده شغال المتجر والاعمال زي ما انت شفت معايا كده في الفيديو من نسختين. طب البند مش هتار كل الارقام من نسختين، ارقام اللي هي ايه ما طارتش قبل كده معاك، او ما طارتش قبل كده عموما، رقم ما طارش ده انت ممكن تعمل من 4 او 5 نسخ، تديله البلاغات بتاعتك من 5 نسخ، وتخش له من اخر نسخة الرقم يكون فاتح. تمام، خش له من اخر نسخة اما تخلص البلاغات، خش ابعت له من رقم فيك، خش يبعت له نقطة تخليه يعني يرد عليك، تخليه يبعت رسائل. اول ما تلاقيه يبعت لك رسالة هتلاقي الرقم طار في ثواني، هتلاقي الرقم طار في ثواني ديت اللي هو يعتبر الحاضر دلوقتي. بعد ما تخلص ابلاغاته كله حاجه وكل حاجه، خش تبعت له نقطه او تبعت له رساله تطلب تقول له لو سمحت او بعد اذنك موت، خليه يرد عليك.
كده أول ما يرد عليك هتلاقيه بلح في ثواني. ده صاحبي طريقة الحظر، واسيب لك طبعا لينك الباند في وصف الفيديو. تقدر تعمل شكل القناة. سلام يا اخواتي.